هذا احسن عصير ديال الحامض ممكن توجديه وممكن تشربيه في حياتك، كنوعدك. غير غتجربيه وغادي تعرفي شنو علاش كنهضر انا. هذا عصير ديال الحامض بلا بدون حامض. بدون حامض، ما محتاجينش الحامض. وغادي نديرو عصير ديال الحامض، عصير منعش كيحمقني. هذا العصير من احسن العصائر عندي، كيعطي واحد الانتعاش رائع. وعرفتو دابا رمضان كنبغيو العواصر بزاف. المهم هنا غادي ناخذ واحد الاناء باش نطحن فيه المكونات. غادي ندير هنا درت معلقه كبيره ديال سنيده حامضه كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم حلويات. وغندير معلقه صغيره، راس معلقه بليطو ديال محسن العصير. وهذا زدتو غير من عندي لانه كيخطر، كيجي زوين صراحه. ودرت 2 معالق ديال نكهه الحامض. هاد نكهه الحامض كتشريو 5 دراهم 10 دراهم شحال ما بغيتو. انا عندي ديجا القرعه كامله، حيت كنحماق على هذا العصير الحقيقه. هذا هو هذاك الشيء شريت ديك القرعه كامله. هنا زدت نسيطرو الحليب مكلاصي من الفريغو. راه كيبان في الفيديو كيفاش داير. وزدت 2 اطرو ديال الماء. ديجا دايره فيها انا السكر ودايره في الفريغو. 2 اطرو ديال الماء، ممكن تزيدوا حتى 3 اطرو ديال الماء، راه كتجي واعر وكيجي يعطي كميه كبيره. و وما ما كي زعما ما كيبانش واش مزرق ولا شي حاجه، كيجي زوين صافي. وها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي رائع صراحه. المذاق الحموضه ديك الحموضه مع ريحه الحامض بحال هكاك في النكهه، كيجي واعر. هذا العصير رائع رائع بزاف. مكوناته بسيطه وسهله، كيعطي كميه وفيره تبارك الله. شوفوا لي راه التكستور ديالو زوين، راه خاطر ماشي شي عصير تقولي الماء والزغاريت. بالعكس راه زوين وبالصحه والراحه.